بقول لك ايه يا نرمو؟ ايه يا روح. انا النهارده جايب لك فيديو كده كان عاجبني. شايفه الفيديو ده؟ البنت اللي هي معاها شوكولاته وسوداني وعماله تقلبهم في بعض كده، ومعرفش شكله كده كان غريب بس عاجبني كده، فانا حابك تعمليه. اوكي يلا نعمل. صعب؟ سهل جدا. وانت عمرك ما قلت لي حاجه صعبه يا نرمين. نفسي مره اجيب لك حاجه تقولي يا عماد دي صعبه وانا مش هعرف يا اعملها. عد كلها حاجات بسيطه، تعالى اقول لك هنعمل ايه. طب يلا يا نرمين. شوف، هنجيب اي نوع بسكوت شوكولاته انتوا بتحبوه. احنا بنحب اوريو فهنستخدمه. طبعا انا مش هفضل الواحد. اوه. هي في الفيديو استخدمت بسكوت ساده، لكن احنا بنحب الاوريو، وكمان الكريمه مش هتضايقنا في حاجه، فعشان كده انا هستخدمه كامل. دول 6 باكو من ب 15 جنيه. ونطحنه كويس. خلصنا فقره الصداع. ده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما اتطحن. بصوا بقى عامل زي الرمل كده. هنحط بقى الصوص الشوكولاته صح؟ بصوا بقى هقول لكم البدايل. ممكن حليب مكثف محلى، ممكن صوص شوكولاته. صوص الشوكولاته ده انا لسه عامله حالا بشويه شوكولاته خام، حطيت عليهم ربع كوبايه حليب، حطيتهم في الميكرويف لغايه لما ادوني القوام الحلو ده. ممكن نوتيلا لو موجوده عندكم، استخدموا براحتكم. كميه السوائل هنحددها بحسب كميه البسكوت. فانا مثلا هنا معايا نص كوبايه صوص شوكولاته، يعني هحط ربع كوبايه وهشوف هحتاج تاني ولا لا. ونفضي الباقي طبعا. انا قلت ان انا هتاخدهم كلهم، ما سمعتش كلامي. ما احتياطي، انا ما بحبش ما ازود. سمعتش كلام الشيف المحترف في المطبخ، ولا انا همشي ورا دماغي. انا قلت لا. لها ان مش انا عارف. بحب احط كل حاجه يا بالتدريج. بنت الخبره بتفرق، انت خبرتك محدوده. ماشي كانوش يا عم. 5 سنين ولا 6 سنين دول. 5 ايه كتير قوي. عماد ما يعرفش يقعد من غير ما ينكف فيا. يلا بس اشتغل اشتغل. ده مش تنمر يا جماعه، احنا بنحب ننكف في بعض. وبعد كده هنضربهم كويس. لازم نعمله كده يعمل معانا كور. انا حاساه لسه محتاج تاني يا نرمين. مفتفت. فانا مش خلاص صوص الشوكولاته خلص من عندي، فانا هزوده معلقتين حليب. ممكن حليب يا عمده؟ ماشي هحط انا على معلقتين بقى، سيبيني انا ابدع بقى. بلاش تزود عشان ما يحتاجش طب ما انت نزود قولي بسكوت. كفايه ولا مش كفايه؟ بس لو احتاجنا تاني نزود. ماشي. شفت انا بحط بالقليل على فكره، مش بزود وخلاص. وبعد ما جمعنا البسكوت بتاعنا وبقي يعني حته عجينه كده حلوه، هنحطها بقى على ورق زبده ونظبطها. يا خساره الاوريو بتاعي. ده هيبقى خطير. هيبان دلوقتي. عامة انا متأكد مليون في المية ان انت عمرك ما طلعتي وصفة وحشة. فانا واثق فيكي. شكرا يا عمد. في ثقة. ايش يا عم الثقه؟ افرض انت بقى بايدك وانا اظبطها في الاخر. حاضر يا رياسة. عشان تعرفي بس ان الخبرة بتفرق برضه. اضغط بقى. لا عيب عليك، انا مش محتاج اضغط اصلا. وانت انت بتدوسي، انا اللي بدوس. بص من غير ما اضغط كل حاجة تمام. ايش يا عم؟ انت وصلي بس عند السمكة المطلوبة وخلاص. مش عايزينها تبقى رفنطوعه قوي. اما انا مش هخليها رفنطوعة، بس هي كانت سميكة قوي. اوريو بشوكولاته يعني طعمه هيبقى غني جدا. طعمه حلو فعلا. ولسه كمان الطبقه الثانيه لما نحطها هتقلب معانا طعم سنيكرز. اوعى تروح في اي حته، الموضوع بعد شويه هيحلو اكتر واكتر. طبعا احنا وصلنا لسماكه سنتي، بالاضافه لحولناها لشكل مربع. لو انتوا واخدين بالكم مربع سنتي، وسيبناها في الفريزر نص ساعه وهنقطعها مع بعض. بصوا بقى طبعا هنعملها انت صوابع. مش واثقه فيا في التقطيع. لا لا والله ما واثقه. اهو يا عماد يا هقطعها بقى الحجم ده. لا معلش عماد لك انت عارفه ان انت هبوظها انا، فانت قلت لا اهي يعني اعملها نفس الحجم وبعد كده دي هنقسمها لا معلش انت كملي للاخر. طبعا احنا سيبناها في الفريزر عشان تبقى متماسكه. لو بس عامله ازاي؟ شفتي قطعتي احلى من قطعتك. طبعا يا سلام. معانا هنا بقى ايه؟ شوكولاته خام سيحناها في الميكرويف او على حمام مائي، وحطينا لها معلقه زيت. بصوا بقى هنحط لها شويه سوداني مجروشين، يعني هحط شويه كده واحتجت تاني ازود. سوداني مجروش عشان تبقى عامله زي السنيكرز كده. ما كنت فاكر ان انا هحطها في الشوكولاته وبعدين احطها في السوداني. ونزود لها معلقه زيت صغنطوطه كده. الزيت ده بيديها لمعه ويخليها سايله شويه. بص عماد ماسك لي الشوكتين كاني هنقض عليها. يا بنتي لا، انا هسقط زي ما انت قلتي. مش قلت لي انا اللي هحطها في الشوكولاته؟ انت اللي هتعملها انا مش هعمل. استنى نشيل دي بقى. بصي بقى، يعني انا بوريكي بقى الخبره. بصي اهو، هوب شفتي اهو. دي لازم تبقى متماسكه عشان الخطوه دي. بص اهو، ونلف ونرول كده. رول. وبعد ما نرول نقوم مطلعين كده شوكتين المفروض. بس طبعا عشان انا عندي اتزان عالي، شايفين بشوكه واحده ايه اتزان عالي بقى. اديها خبطه كده يا عماد. لا هتتكسر. خبطه على البتاع ده. هتتكسر. لا عشان تبقى نازله بس. لا هي حلوه قوي كده. ونروح حاطينها في الطبق. عماد المفروض تحط الشوكه تحت. الشوكه تحت ليه؟ عشان ما تبقاش. لا انا كده مبسوط، انا كده مرضي. انا شايف ان انا عملت نتيجه
من الصعب ان اي راجل يعملها. ليه يا عماد؟ صدقيني لا يا بنتي، انت حظك فيا يعني فربنا كرمك، فعشان ربنا كرمك مش هيبقى كارم كل الناس. شايفين الغرور يا جماعه؟ ايوه اهي. يا عليا اهو، بص بقى. يا انا عليا حركات. يا ايه الشقلطه دي؟ خلاص يا عماد كفايه. طلعت من الجنب اهي، استني اصبري. ايه اها بس؟ ايوه اهي. دي خبطه بقى عشان تنزل من البتاع. يلا عشان خاطر ايه؟ تعالي انت. اجي لك انا اسهل. عماد اها الله عليا. طب عماد. بامانه الله عليا. عماد انت كده هتخليها كلها شوكولاته، ممكن اعمل انا واحده؟ بصوا اهي، سيبوني انا هعمل لك دي وهتشوف الفرق بين الاتنين. بصوا يا جماعه انا كل ما احاول اغير وجهه نظركم عنها انها ديمقراطيه، دايما تثبت لكم انها مفتريه. بصوا، بننزل كل الشوكولاته الزياده ملهاش لازمه. طب ما هي احلى ما فيهاش شوكولاته يا نرمين. لا، ما عشان تبقى شكلها احلى. يا سلام، انت عايزه تقولي لي بتاعتك احسن من بتاعتي؟ طب هاتيهم قدام الكاميرا. طب بامانه بتاعتي احلى، بامانه دي احلى يا ابني دي كلها شوكولاته من الجنان. يبقى اكسرها يا عم وكلها يا عم، انت هتتبسط في كل الاحوال. ما هي الشوكولاته معموله عشان ناكلها. عموما احنا هنعمل كل الباقي بنفس الطريقه، وبعدين ندخلها التلاجة 10 دقايق ونرجع لكم بقى لما تبقى جاهزه وندوقها معاكم. اصلا انا اللي حطيت الشوكولاته فتقريبا طبقه الشوكولاته زادت قوي يعني، فاهمين القصد؟ عماد متوصي بيها. فهي اصبحت سوبر بصوا. سوبر مغذيه. دوق يا عمده بقى. ما ينفعش تاكل بالليل. عايزه فنجان قهوه. يا بس دي مش اللي بالليل. طبقه الاوريو اللي جوه تحفه. الشوكولاته على فكره دي شوكولاته دارك مش شوكولاته حليب، فالدارك مع السوداني طعمه خطير. جميله فعلا. تدي سنيكرز من ميرسي يا بره، عمده. سنيكرز من بره بس مش سنيكرز خالص من جوه. جميله. ميرسي يا عمده على الوصفه السهله دي. ما تنسوش بقى تعملوا فولو للصفحه، ونشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.